السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الشهر العظيم شهر الله المحرم نجى الله موسى وقومه من فرعون وجنوده، فلقد أرسله الله تعالى بالآيات البينات والبرهان القاطع على نبوته إلى فرعون وجنوده. فرعون الذي تكبر على الملأ فقال أنا ربكم الأعلى، فجاءه موسى بالآيات العظيمة ودعاه إلى توحيد الله تعالى خالق السماوات والأرض رب العالمين، فأجابه فرعون منكرا ومكابرا وما رب العالمين، أنكر الرب العظيم الذي قامت به السماء والأرض. فأجابه موسى عليه السلام قائلا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرد عليه فرعون ساخرا ومستهزئا بموسى فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فطعن بموسى وبمن أرسله. فلما عجز فرعون عن مقاومة الحق وأفحمه موسى بالحجة والبرهان لجأ إلى ما يلجأ إليه العاجزون المتكبرون، فتوعد موسى بالاعتقال والسجن قائلا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وما زال موسى عليه السلام يأتي بالآيات البينات واضحة وضوح النهار، وفرعون يحاول بكل جهوده ودعاته أن يقضي عليها بالرد والكتمان، حتى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فوعدهم موسى عليه السلام يوم الزينة فتجمع الناس، وحاول فرعون بكل ما يستطيع من كيد ومكر أن يتغلب على موسى عليه السلام. فلما اجتمع السحرة بموسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال بل ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وما زال فرعون ينابذ دعوة موسى عليه السلام حتى استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فقال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وكان من قصة إغراقهم أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن يسري بقومه ليلا من مصر، فاهتم لذلك فرعون فحشر الناس من جميع مدائن مصر للوصول إليه لقتلهم، فأتبعهم فرعون حتى أدركهم عند البحر الأحمر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا فإن خضنا فيه غرقنا وفرعون وقومه خلفنا وسيقتلوننا. فقال موسى عليه السلام واثقا بالله تعالى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فدخل موسى وقومه يمشون بين جبال من الماء في طرق يابسة أيبسها الله تعالى، فتبعهم فرعون وجنوده داخلين في البحر، فأمر الله سبحانه وتعالى البحر أن يعود إلى حاله فانطبق عليهم حتى غرقوا عن آخرهم. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فجعله الله تبارك وتعالى آية لكل متكبر ومتجبر، فأورث الله تبارك وتعالى الأرض بني إسرائيل. فنقول أن كل من أراد أن يتكبر ويتجبر في الأرض وأراد أن يكون فرعون نقول له إن لكل فرعون موسى.
هذه هي قصة موسى عليه السلام الذي أنجاه الله تبارك وتعالى من فرعون وقومه، ليجعل الله تبارك وتعالى هذه القصة عبرة لكل من أراد أن يعتبر بأولي الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.